السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم خطة تفصيلية اللي غادي نعتمدها في معالجة موضوع الصفقات العمومية مع التركيز على ربط الجانب النظري بالتطبيقات العملية لضمان فهم شامل ومتكامل. أولا غادي نشوفوا الصفقات العمومية والمفاهيم الأساسية، بحيث سنتناول تعريف الصفقات العمومية مع توضيح أهميتها وتدبير المال العام بكفاءة وشفافية. كيف ما غادي نستعرضوا المفاهيم الأساسية المرتبطة بها بحال المنافسة، الشفافية، نجاة الإنفاق العمومي، مع شرح كيفية تطبيق هذه المبادئ عمليا. ثانيا غادي نشوفوا أنواع الصفقات العمومية، بحيث غادي نوضحوا مختلف الصفقات بحال الصفقات الخاصة بالتوريد أو الأشغال والخدمات، ونوريو الفروقات الجوهرية بين كل نوع والغرض من كل صفقة. ثالثا غادي نشوفوا الآجال القانونية، غادي نشرحوا المدة الزمنية المرتبطة بكل مرحلة من الإعلان حتى للتنفيذ، مع التركيز على أهمية احترام هذه الآجال باش نضمنوا الالتزام بالقوانين وتحقيق فعالية التسيير. رابعا غادي نشوفوا مسطرة إبرام وتنفيذ الصفقات، بحيث غادي نستعرضوا الخطوات العملية ابتداء من الإعلان، الإسناد، التعاقد، وصولا إلى التنفيذ. خامسا تطبيقات فعلية، غادي نعتمدوا على أسئلة فعلية وردت في مباريات سابقة، غادي نقوم بتحليلها وتصحيحها مع توضيح طريقة الإجابة النموذجية لضمان ربط المعلومات النظرية بالتطبيق العملي بطريقة مباشرة وفعالة للتحضير للامتحانات سواء الكتابية أو الشفوية. بهذه الطريقة غادي يصبح التحضير ليس مجرد استيعاب نظري كيف ما ديما موالفين بديك الطريقة التقليدية، وإنما غادي نشوفوها بطريقة تطبيق عملي غادي يرتكز على أسئلة فعلية اللي غادي يعزز الفهم ديالكم ويجعلكم مستعدين أكثر ويعطيها فعالية أكثر نحو النجاح.